مش عارف يا اخي، عندنا شويه مصريين كده عايشين في الخارج، بسم الله ما شاء الله، دمهم كلهم شربات، وكلهم بسم الله ما شاء الله خبراء اقتصاديين. الواحد منهم مثلا لما يسمع عن غلاء الاسعار هنا في مصر، اسعار اللحوم، اسعار الاسماك، اسعار اي حاجه، فتلاقيه مثلا يبقى عايش مثلا في امريكا، فيروح مثلا يشتري كيلو لحمه، فلاقيه مثلا ب 30 دولار. طبعا 30 دولار، والجنيه عندنا هنا المصري مثلا الدولار ب 30 جنيه. فيقول لك مثلا ده كيلو اللحمه هنا ب 900 جنيه. يا عم ازاي؟ يقول لك ايوه يا عم، هو ب 30 دولار، والدولار ب 30 جنيه، يبقى ب 900 جنيه، يبقى كده الاسعار احسن من مصر. لا يا حبيبي، لا يا اخويا. يعني انا عايزك تبقى واقعي شويه، عايزك تبقى صادق مع نفسك شويه. طالما انت بقى هتقارن لي الاسعار عندك بالاسعار عندي، يبقى شوف بقى فرق العمله. يعني مثلا لو سيادتك بتقبض 3000 دولار، اضربهم لي بقى بالمصري، شوفهم بكام دلوقتي هنا في مصر. هتلاقيهم بكام؟ 3000 دولار في 30 ب 90000 جنيه. يبقى انت بتاخد 90000 جنيه وانا باخد 30 3000 جنيه. يبقى انت مرتبك يشتري كام كيلو لحمه، وانا مرتبي يشتري كام كيلو لحمه؟